بدل ما ترمي شنطه الزباله بترمي شنطه الفلوس بتاعتها بالغلط. وفي واحد بيكون قاعد بيشحت وشايف اللي حصل، وفي ست عجوزه بتديله 1 دولار فبيرميه في وشها، وبيلاقي ال1 دولار ده بيعمل ايه دلوقتي، فبيجري عشان ياخد الفلوس، بس بتسبقه بنته بتشوف الفلوس وبتروح تاخدها، فبيروح لها بيقول لها دي بتاعتي، بس البنت مش بتصدقه وبتقول له احنا لازم نرجع الفلوس لصاحبها، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وبيقول لها لا الفلوس دي بتاعتي، وهما بيتخانقوا الفلوس بتروح من الشنطه، وبيشوف صاحبه المحل جايه فبيقلع الجاكيت وبيفضل يخبي في الفلوس، وبيقول لها ما تقوليش على الفلوس وهديك نص الفلوس وانا النص، بس البنت برضه مش عاجبها انها تاخد الفلوس عشان ما تعرفش الفلوس دي كانت ازاي ولا بتاعت ايه، واول ما بتيجي بتبص في الزباله على الفلوس ومش بتلاقيها، فبتسالهم شفتوا فلوس هنا، والبنت كانت رايحه تعترف عليه بس هو بيسبقها وبيقول لها الفلوس اهي عشان تديله حلاوه الفلوس، وبيحطوا لها الفلوس في شنطه وبيقول لها هاتي الحلاوه بقى، وبتقول له طبعا، فبترمي 1 دولار في وشه وبتقول له انت ما تستاهلش اكتر من كده، وبيتفاجئوا بقى وبتقول له انها هي اللي رمت الفلوس في الزباله عن قصدها، عشان كل سنه بعمل اختبار امانه عشان بحب الناس الامينه رغم انهم فقراء ومحتاجين الفلوس، وبتقول لها الفلوس دي كلها ليك انت عشان